السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي ومتابعين الغاليين، النهارده هنعمل ايه؟ هنخزن الباميه، هنفرز الباميه بطريقه سهله وحلوه قوي. طريقتي من سنين ما بغيرهاش، وبتطلع الباميه حلوه ومرعرعه وخضره زي ما هي، تقعد من السنه للسنه ولا لونها يتغير ولا تعمل تلج، وطعمها زي الفل ما بيغيرش. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول، وتعالى اقول لكم انا عملتها ازاي. هتجيب الكميه اللي انت عايزاها اللي انت بتفرزيها. طبعا هنغسلها حلوه قوي قوي قوي. يعني بصوا، انقعيها شويه الاول في ميه، هتنزل التراب اللي فيها. بعد كده دعكيها بايدك قوي زي ما انا كنت بوريكي كده. خدت شويه وبدعكهم بين ايدي. انا بس بوريكم كده، كنت غسلاها ومنشفاها، بس بقى انا ما صورتش الحته دي وانا بغسلها. غسيلها سهل جدا. بتنقعها في الاول في شويه ميه، وبتروحي ماسكاها. بعد كده بين ايديكي تاخدي الكبشه وتدعكي، تاخدي ترميها تاني، وبعدين تاخدي كبشه غيرها وتدعكي. تفضلي تدعكي في الباميه كلها بين ايديكي كده. هتلاحظي ان هي بتنزل الشوك اللي فيها وبتنزل التراب، وتفضلي تغيري عليها الميه وتغسليها. اهو شفت انا بوريكم انا بعملها كده تحت الميه. باخدها كده كل كبشه بين ايديا وادعكها كده، والحنفيه الميه نازله عليها. بعد كده بشطفها كويس قوي قوي، وبعدين بشيلها احطها في مصفى، واسيبها لما تصفي ميتها خالص خالص. انا مش عايزه فيها ولا نقطه ميه، عشان وانا بقمعها ما تزملقش وتعمل زملقه كده، ويعني وتضايقك في التقميع. ممكن تحط المصفى على حتة قماشة، على حتة ملاية، على حاجة تشرب المية من تحتها. سيبيها لما تنشف خالص. دي بقى طريقة التقميع عشان البنات اللي لسه متجوزين يعرفوا بتتقمع ازاي. بتمسكي البامية وبتروحي قطعها، بصي من تحت زي ما انا بعمل كده، وحتة صغيرة خالص، وبعدين بميلة كده تاخدي بالسكينة القمع بتاع البامية، وتفضلي تلف كده بالسكينة على القمع. يعني بميلة كده. في الاخر بتديكي شكل عامل زي ليها بوز كده. كده بقت اتقمعت وبقت زي الفل، او زي ما انتم شايفين كده. بتخلصي الكمية كلها. بعد كده بنفرز البامية. بصوا انا عاملاها ليه في 3 علب. البامية طبعا لما بتجيبيها في بياع ما بيخليكيش تنقيها، فبيعبيها لك، بيبقى فيها احجام كبير صغير وسط. حتى لو انت نقيتيها بايدك، هاتي كل الاحجام او الحجم اللي بيناسبك. هنا انا كنت بوريكم ان في صغيره وفي وسط وفي كبيره، فانا بحط عشان انا دلوقتي هعمل لها التعقيم بتاعها، واحطها في ميه مغليه عشان ما تبقاش كبير في صغير. فعشان كده انا فرزه الصغير لوحده، الوسط لوحده، كبير لوحده. وهعمل كل حجم انزله في الميه المغليه لوحده. هنا بقى انا كنت محضره على البوتاجاز حله فيها ميه، وابتدت لسه هتقوم تغلي. حطيت لها معلقه، ربع معلقه ملح، معلقه الاكل زي ما انتم شايفين، وبعدين ربع معلقه كربوناتو. وهعصر، حاطين يعني شايفين قدامكم في ليمونه اهو. هعصر كمان عصره نص ليمونه كده. اول ما الميه تقوم تغلي بننزل الباميه. طبعا انا عشان عاملاها احجام مختلفه، فنزلت دول حجم حطيتهم كده. بتفضلي تقلبي، وهي طبعا لما الميه بتكون قامت تغلي، لما بتنزلي فيها الباميه بيوقف الغليان، والميه بتبتدي حرارتها تنزل شويه. تفضلي تقلبي فيها زي ما انت شايفه كده. انا بقلبها اهو من فوق لتحت عشان كل الباميه تدخل، يعني تيجي في الميه اللي هي مغليه بالكربونات وبالملح. ودي كمان عصره الليمون زي ما انتم شايفين كده. بنفضل نقلب فيها عشان الباميه كلها يعني تتعمق كده في الميه المغليه. هي طبعا كان الغليان وقف، بس الميه وصلت لدرجه الغليان. انا هفضل اقلب فيها، انا مش هسلقها ومش هغليها قوي. هفضل اقلب كده بس اهو لحد ما تقوم تغلي تاني. في الطبق التاني انا حاطه ميه ساقعه وفيها حتت تلج. هطلع الباميه من الميه المغليه على الميه ام تلج عشان تاخد صدمه. صدمه الميه ام تلج هنا بتوقف السخونيه بتاعتها، وبتحافظ لي على اللون الاخضر بتاعها زي ما انتم شايفين كده. طبعا الملح والكربوناتو وعصره الليمون دول برضو
عشان التعقيم بتاعها، وعشان الليمون بيحافظ على اللون بتاعها تفضل خضرة زي ما هي. انا مش هغليها، بس انتوا شايفين ان انا بقلب كده، تفضلي تقلبي بالمقصوصة زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تحسي انها هتقوم تغلي كده. لازم تكون المية فيها تلج مش ساقعة بس، لأن المية البامية هتطلع من المية المغلية هتسخن المية، فعشان كده لازم نحط تلج عشان يتعمل لها الصدمة. أهو بصوا بنفضل نقلب كده، اوعي تسيبيها تغلي، تفضلي تقلبي بس لحد ما هتقوم تغلي، هنبتدي نشيلها بقى وننزلها على المية اللي فيها حتت التلج. انا سايبه الحته دي عشان بس تاخدوا بالكم منها، ما سرعتهاش، عشان هي دي الطريقه بتاعه التعقيم وازاي تحافظي على لونها زي ما انتوا شايفين كده. فانا مش هسرع المقطع ده عشان تاخدوا بالكم كويس. هنا انا بفضل اقلب بس لحد ما الباميه تقوم تغلي معايا، هروح مطلعاها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تقولوا لي من اي بلد بتتابعوني، وصلوا على رسول الله في الكومنتات. اهو زي ما انتوا شايفين كده هنفضل نقلب فيها شمال ويمين، من فوق ومن تحت ومن كل جنب كده لحد ما نتأكد ان البامية كلها فضلت. يعني الموضوع ده كله هياخد له حوالي دقيقتين بس مش اكتر في المية المغلية. بس انا مش مسرعة الفيديو عشان تاخدوا بالكم الخطوة دي بتتعمل ازاي. كده بقى ابتدت الميه اهو زي ما انتم شايفين، لقيتها هتقوم تغلي اهو. خدوا بالكم الحله الميه هتقوم تغلي، فانا رحت شايله الباميه. بتروحي شايلاها ومنفضه كده الميه السخنه بالمقصوصه، وبتروحي رميها في الميه ام تلج، وتسيبيها بقى شويه كده تاخد الصدمه وحرارتها تنزل. وبالطريقه دي احنا بننزل الحراره بتاعه الباميه، وزي ما قلت لكم التلج بيعمل لها صدمه، فبيحافظ على اللون الاخضر وعلى الطراوه بتاعتها، وده سر التفريز بتاعها. بعد كده انا طبعا انا كنت حطيت الميه ابتدت تغلي اللي في الحله، نزلت فيها حجم تاني من الباميه وسبتها زي ما انتم شايفين كده، ورحت اطلع الباميه اللي هي في الميه ام التلج. خلاص كانت حرارتها نزلت وخدت الصدمه، طلعتها طبعا على مصفى. بعد كده بنزل هي الحجم التاني، و زي ما انتم شايفين اهو بفضل اقلب فيها في الميه المغليه، واول ما هتبتدي تقوم تغلي تاني زي ما انتم شايفين كده اروح رافعه الباميه من الميه وانزلها برضو في الميه ام تلج. خلي جنبك بقى حتت تلج كتير عشان كل مره بتزودي التلج، لان سخونيه الباميه طبعا مع الصدمه بتاعت التلج بيسيح، فالميه بتبتدي تنزل شويه درجه التلج بتاعتها، فبتزودي حتت تلج. وهكذا انا هنا بقى كنت سرعت المقطع عشان انتوا خدتوا بالكم طبعا في المقطع الاولاني اول جزء حطيته في الميه المغليه انا عملت ازاي. بعد ما بنخلصها خالص بنسيبها في المصفى، لما بتصفي ميتها برضو بنروح مرجعين. كل مره بعملها زي ما قلت لكم انا بعمل كل حجم لوحده. بعد ما خلاص صفى الميه بنحطه تاني بكل علبه، كل حجم لوحده في علبه. نيجي بقى لمرحله التغليف كده، بنجيب اكياس التلج، اكياس التلاجة، وزي ما انتم شايفين بتعبي الكميه اللي انت بتحتاجيها. انا حطيت هنا 3 مغارف، بتروحي ماسكه حطي الكميه اللي انت شوف انت بتستخدمي قد ايه بقى، مغرفتين 3 5 زي ما انت عايزه الكيس عبوته قد ايه. بعد ما بتعبيه كده بتروحي جايبه شفاطه، بشفاطه دي بتاعه العصير، وبتروحي ماسكه الكيس. هتشوفوا دلوقتي تاني هتتعاد تاني، وبتحطي فيها بتحطي الشفاطه في الكيس، وبتفضلي تشفطي الهواء اللي في الكيس، عشان احنا عايزين نخرج اي هواء في الكيس. هو ده بقى سر التفريز، ان الكيس ما يبقاش فيه تفريز خالص. بتلاقي الكيس لزق كده على الباميه، فما بيبقاش فيه هواء، لان لو كان في هواء جوه الكيس هيخلي الباميه تسود وتجرمز، ولما تيجي تسويها تلاقيها بتغيب في السوا. لكن لما بتشفطي كده منها الهواء وبتطلعيها بتبقى الكيس لازق خالص. اهو شفتوا انا بحط الشفاطه، واخدوا بالكم في الكيس كده، وبتروحي ماسكاه بايدك من عند اخر الباميه اهو. بصوا كده وانا بشفط الهواء بتلاحظوا ان الكيس لزق خالص
في الباميه، معنى كده انه مفيش وحجمها كمان قل، معنى كده انه مفيش هوا جوه الكيس. خلاص بقى تخلصي الكميه، بتربطي وبتخلصي الكميه كلها، بعد كده بتتشال على الفريزر. الطريقه دي حلوه قوي، دي طريقه المصانع. وخلي بالكم بصوا بتفضل خضره زي ما هي كده، بتطلعيها وهي مجمده ترميها في التسبيكه. حتى لو هتعمليها ني في ني برضو بتطلعيها تحطيها على القوطه، على الصلصه، على البصل، على كل التوابل، وتولعي عليها النار، ما تسيبهاش تفك. جربوا قولوا لي الطريقه وصلوا على رسول الله، وما تنسوش اللايك. ومع السلامه.